ويلتحق بنا الآن عبر الهاتف الأمير عبد الرحمن بن سعد بن عبد العزيز رئيس نادي الهلال من الرياض. سمو الأمير أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. أريد أن أسأل سمو الأمير، يعني لا أقرأ تفاؤلا كبيرا في المدرج الأزرق، يعني لأسبابهم ربما، لكن أنت ماذا تقرأ قبل المباراة؟ والله بالتالي أنا ما يعني في نهاية الأمر هي مباراة بين فريقين كبار، وفارق النقط بينهم ما هو كبير، وفي نعم. 4 فرق لها متقاربة في النقاط. يعني أنا ماني شايف الهلال وضعه فنيا ليس كما نطمح، نعم. ولكن في نهاية الأمر نقاطيا الوضع جيد، ليس وضعا سيئا يعني. نتكلم عن المباراة نفسها سمو الأمير بعيدا عن النقاط، مباراة مواجهة أهلي وهلال. أذكرك الدور الأول كنا مهزومين من الشباب 2-0. صحيح. وكانت أفضلية الترشيحات كلها منصبة للأهلي بأنه يفوز على الهلال في المباراة اللي لعبناها في الرياض. نعم. وكان يعني ما حدث عكس ذلك. عموما أي نتيجة هي متوقعة، يعني أعتقد أن الفرص متكافئة 50% 50% بغض النظر عن الظروف. مباراة كلاسيكو أثق بلاعب الهلال أنهم قادرين أنهم هم يحسموا 3 نقاط. نعم. ولكن أيضا الأهلي مهيأ وبشدة أنه أيضا يحسم 3 نقاط. هي مباراة متكافئة الفرص يعني. نعم. سمو الأمير، يعني المداولات التي تمت بينكم بين الاتحاد السعودي، الاتحاد القطري، الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ويل هامسون، شتتت ذهن الإدارة أو الفريق الهلالي عن فريقه قبل المواجهة؟